بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبنا طلاب 5 ابتدائي ان شاء الله، النهارده معاكم في فيديو جديد كده وصغير للخريطه ان شاء الله اللي موجوده عندك. طيب عشان نكون واضحين من البدايه، الخريطه بتاعتك مهمه وفيها بعض التكات اللي ممكن تقابلك تكون صعبه عليك، فالنهارده في الفيديو الصغير ده كده هنوضحها معاك نقطه نقطه. طبعا الناس كلها بتوع 5 ابتدائي تركز ان شاء الله، ومفيش حاجه صعبه عليك، هنخليك توصل وتقفلها باذن الله. نبدا كده واحده واحده معاك. يلا. قال لي يا مستر احنا نبدا اول حاجه بخريطه موجوده قدامي كده اسمها خريطه مصر، هنبدا بالحاجات السهله بالنسبه لك. قال لي انا معايا بحرين، بحر بيحد مصر من الشمال وبحر على حدود مصر من الشرق. طب اللي على الشمال ده اللي هو فوق، قال لي يا مستر كده اسمه البحر المتوسط. كلام جميل، ايوه كده ركز معايا بقى من الاول. طب والبحر اللي على اليمين يا مستر؟ قال لي هنا كده البحر الاحمر. طيب معايا البحر الاحمر ده له قرنين من فوق كده، إيه؟ واحد على اليمين واحد على الشمال، او ايدي اليمين ايدي، واحد على اليمين وواحد على الشمال. اللي على يميني ده اسمه خليج العقبه، اسمه خليج ايه؟ العقبه، يبقى خليج العقبه. طب واللي على شمالي ده قال لي اسمه خليج السويس. بركز معايا، احنا قلنا البحر اللي فوق اسمه ايه؟ البحر المتوسط. طب البحر اللي على اليمين البحر الاحمر، البحر الاحمر ده له قرنين كده، واحد على اليمين واحد على الشمال. اللي على اليمين يمتنا كده خليج العقبه، طب واللي على الشمال يمتنا خليج السويس. طب المنطقه اللي موجوده في الوسط يا مستر؟ قال لي دي اسمها شبه جزيره سيناء. طيب فوق خليج السويس قناه، قال لي يا مستر قال لي قناه، يبقى قناه السويس الجميله بتاعتنا. طيب تمام لحد هنا كده؟ قال لي تمام. طيب نروح بعد كده لحاجه موجوده في الوسط هنا، ركز ركز. قال لي حاجه موجوده في الوسط هنا كده، ايه الحاجه اللي موجوده في الوسط هنا كده معايا؟ قال لي يا مستر زي التعبان ماشي في الوسط كده، حاجه اسمها نهر النيل. طيب نهر النيل ده موجود في وسط مصر اهو، يبقى لو قال لي نهر اقول له نهر ايه؟ النيل. طب لو قال لي تحت هنا هو بحيره اقول له بحيره ناصر. طب لو قال لي تحت هنا كده كمان حاجه اسمها السد اقول له السد العالي، او محطه لتوليد الكهرباء المائيه قال له محطه كهرباء السد الايه؟ العالي. طيب يبقى احنا نركز مع بعض هنا. لو قال لي معايا نهر في الوسط كده هقول له نهر النيل. طب لو جاب لي سد تحت اقول له السد العالي او محطه توليد الطاقه الكهربائيه. طب لو قال لي البحيره موجوده تحت في مصر اقول له بحيره ناصر. ركز معايا بقى، نهر النيل قسم مصر من الوسط، ففي حاجه على يمينها وفي حاجه على شمالها. الحاجه اللي على يمينها هنا كده قال لي يا مستر اسمها، بسم الله الرحمن الرحيم، نخليك اللون دوت بقى عشان نوزعهم لك كده، اسمها الصحراء الشرقيه. طب اللي على شمالها هنا كده قال لي يا مستر اسمها الصحراء الغربيه. يبقى ركز انا معايا 2 صحراء، واحده على اليمين ما بين نهر النيل اهو، ركز نهر النيل اهو، وما بين البحر الاحمر. طب حاجه على الشمال هنا كده من شمالك قال لي الصحراء الغربيه. طب دوله جنب مصر من هنا كده في الغرب بايدك يمة ايدك الشمال كده، قال لي دوله اسمها دوله ليبيا يا مستر. كلام جميل جدا. طب لو قال لي تحت بقى هنا كده دوله اقول له دوله السودان يا حبيب قلبي. طيب طب ركز في دي بقى، نقطه مهمه قوي. لو جاب لي دائره عرض هنا اهو كده اهو معديه من مصر، او مدار اقول له مدار السرطان. طيب كلام جميل. طب لو جه، ركز 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 ركز، الموضوع مهم. نبدا بقى نخش معاك في الحاجات المهمه. وده يا مستر مش مهم؟ مهم يا حبيبي وهيجي لك في الامتحان، بس احنا نركز على الحاجات اللي ممكن تقابلك صعبه. طيب نبدا نشوفها كده واحده واحده مع بعض. يلا. قال لي هنا لو جاب لي اقليم مناخي في المنطقه اللي قريبه من فوق كده من عند البحر المتوسط هقول له اقليم مناخ البحر المتوسط. ايوه كده. طب لو جابه هنا في اي حته فاضيه تحت هنا اقول له اقليم الصحراوي. يبقى انا معايا 2 اقاليم مناخيه، واحد عند البحر المتوسط من فوق هقول له اقليم مناخ البحر المتوسط. طب لو واحد عموما في اي جزء من تحت كده هقول له الاقليم الصحراوي. طيب كلام جميل، كلام كويس. نروح لنقطه مهمه جدا وهنخلي اللون الاسود معانا عشان نبدا نركز في الحاجات اللي هتتقال. لو جاب لي يا مستر هنا كده مدينه هنا اهوت وقال لي عاصمه لمصر اقول له القاهره. طب لو جاب لي مشروع تحت هنا اهوت او جبل هنا كده اقول له جبل العوينات. جبل الايه؟ العوينات. طيب طب لو جاب لي منطقه لاستخراج الحديد في الصحراء الغربيه هنا اقول له الواحات البحريه. الواحات الايه؟ البحريه. ركز في النقطه دي، يبقى منطقه لاستخراج الحديد الواحات البحريه. طب لو قال لي منطقه هنا اهوت لاستخراج الذهب اقول له منجم السكري. يبقى الذهب منجم الايه؟ السكري. طب الحديد الواحات البحريه. طيب لو جه قال لي منطقه لاستخراج الفوسفات هنا كده تحت في الصحراء الغربيه هنا هو اقول له ابو طرطور. اسمها ايه يا مستر؟ ابو طرطور. اسمها ايه؟ ابو طرطور.
طب نروح بعد كده هنا كده. طيب لو الحديد يبقى الواحات البحريه. طب لو تحت هنا كده يا مستر قال ابو طرطور ده للفوسفات. طب لو هناك عند البحر الاحمر يا مستر يبقى منجم السكري. اخر حاجه بقى لو جاب لي منطقه في سيناء هنا وقال لي منطقه لاستخراج المنجنيز اقول له ام بجمه. اسمها ايه؟ ام بجمه. ركز. طيب كده بقينا حاجه يا مستر، احنا كده بنسبه كبيره نكون جبنا لك اكتر حاجات ممكن تقابلك في الخريطه ان شاء الله تركز فيها عشان تقفلها ان شاء الله. يبقى احنا لو بصينا فوق معايا البحر المتوسط، على هنا يميني كده البحر الاحمر، معايا ما بين خليجين كده فوق، خليج على يميني الخليج العقبه، خليج على شمالي خليج السويس، في وسطهم شبه جزيره سيناء. طب لو جاب لي قناه اقول له قناه السويس. طب لو جاب لي نهر في الوسط كده اقول له نهر النيل. طب لو جاب لي عاصمه لمصر فوق اقول له عاصمه مصر القاهره طبعا. طب لو جاب لي تحت بحيره اقول له بحيره ناصر. طب لو جاب لي السد محطه لتوليد الطاقه الكهربائيه اقول له محطه كهرباء السد العالي. طب يا مستر لو جاب لي على يمين نهر النيل الصحراء الشرقيه. طب على شمالها يا مستر الصحراء الغربيه. طب لو جاب لي منطقه لاستخراج الحديد في الصحراء الغربيه قال له الواحات البحريه. طب لو جاب لي منطقه لاستخراج الفوسفات في الصحراء الغربيه اقول له ابو طرطور. طب ابو ايه؟ ابو طرطور يا حبيب قلبي زي ما سمعت. طب دوله جنب مصر يمة الشمال ليبيا. طب دوله تحت مصر من تحت السودان. طيب